أهلا بكم مشاهدينا في سكوب رياضي، وهذه أبرز العناوين. أرقام مميزة لزيمباور في مباريات الديربي. عصبة بالقشور تختتم الموسم الكروي بالعشوائية. العصبة ترضخ لضغوط الرجاء. أهلا بكم من جديد. حقق الألماني جوزيف زيمباور مدرب الرجاء الرياضي أرقاما جد متميزة في مباريات الديربي التي لعبها رفقة الفريق الأخضر منذ مجيئه في نهاية الموسم الماضي. وأخذ زيمباور 3 مباريات أمام الوداد فاز فيها جميعا دون أن يسجل عليه أي هدف، بداية من مباراة نصف نهائي كأس العرش في 9 من يوليوز الماضي عندما فاز الرجاء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بهدف من تسجيل المدافع الكونغولي أرسين زولا بالخطأ في مرماه. وفاز الرجاء بقيادة زيمباور ذهابا وإيابا خلال الموسم الرياضي الجاري على فريق الوداد، إذ انتهت المباراة الأولى بملعب البشير بالمحمدية بانتصار فريق الأخضر بهدفين دون رد من تسجيل هشام أيت برايم بالخطأ في مرماه ومحمد زريدة، وانتصر في مباراة الإياب بمدينة برشيد بهدف واحد سجله أدم النفتي في الوقت البدل الضائع. وتصدر الرجاء عقب هذا الفوز على صدارة ترتيب البطولة الاحترافية متقدما بنقطة واحدة على الجيش الملكي الذي فرط في الصدارة عقب تعادله أمام مضيفه المغرب التطواني بهدفين لمثلهما. واصلت العصبة الاحترافية لكرة القدم الارتجالية والتخبط الذي ميز عملها خلال هذا الموسم بنشر برنامج الجولة الأخيرة بشكل متسرع وعشوائي، بعدما أعلنت عن إجراء 6 مباريات يوم الخميس 13 يونيو ومباراتين تضم الأندية المنافسة على اللقب، وهي الرجاء ضيف على وجدة والجيش يستقبل الفتح. وتداركت العصبة الوطنية الاحترافية قرارها العشوائي وأعادت برمجة مباريات الفرق المنافسة على البقاء، وهي شباب الرياضي السوالم وشباب المحمدية ومولودية وجدة في نفس اليوم الجمعة 14 يوليو. وتأثرت قرارات العصبة الاحترافية رغم المجهودات التي تقوم بها على السير العادي للدوري المغربي، حيث صنفته الفعاليات الرياضية أسوأ موسم عرفه الدوري المغربي خلال ال5 سنوات الأخيرة. وفي آخر خبر، رضخت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم لضغوطات نادي الرجاء الرياضي والمطالبة بتكريس العمل على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في مباريات الجولة 30 والأخيرة من الدوري الوطني الاحترافي للدرجة الأولى للموسم الرياضي. ورضخت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لضغط الرجاء الرياضي وقررت تعديل موعد مباريات الدورة 30 وبرمجتها على النحو التالي: برمجة مباراة النهضة الرياضية البركانية ونهضة أتلتيك زمامرة يوم الخميس 13 يونيو على الساعة 6 مساء، وذلك لعدم شغور الملعب البلدي ببركان يوم الجمعة 14 يونيو وعدم تأثير نتيجة هذه المباراة على الترتيب العام للبطولة. وقررت العصبة الاحترافية لكرة القدم برمجة باقي المباريات يوم الجمعة 14 يونيو على الساعة 6 مساء، وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة المسؤولة على الفار بتزويد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالمعدات اللازمة لتغطية جميع المباريات بتقنية الحكم المساعد بالفيديو. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام سكوب رياضي. ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربح الرياضة.